مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في تغطية كأس العالم من قطر. استضيف معي الزميل الصحفي أسامة بن عبد الله، واحد من الصحفيين اللي حضروا الكأس العالم واللي غيشرفوا الصحافة المغربية بحضورهم لواحد من أبرز البرامج الرياضية. سي أسامة، مرحبا بك. اهلا بك سي محمد، والحمد لله على السلامه، ومرحبا بكل متتبعي القناه ديالك. كي غادي بعدا في البرنامج ديالكم كيثير الاجواء، المداخلات، الحضور؟ الحمد لله لحد الان مازال ما بدات كاس العالم، واكثريه المواضيع حول التنظيم، حول قطر، حول وصول المنتخبات، ولكن المعقول يبدا ابتداء من غد. اليوم حضرنا الحصه التدريبيه جديده ديال المنتخب الوطني، شنو الانطباعات ديالك حول الاجواء داخل المجموعه؟ تتبان الاجواء بكل صراحه، تتبان الاجواء جيده، تتبان جميع اللاعبين فرحانين يكونوا بعضياتهم، ولكن النتائج هي اللي تزيد تزين الاجواء وتلطفها وتزيد تزينها. فتنطلب على الله باش نخرجوا يوم الاربعاء المقبل بنقط من مباراه كرواتيا، لان دخول البطوله بنتيجه ايجابيه مهم جدا لما تبقى من البطوله. ودخول البطوله بنتائج مهمه صحيح، ولكن امام منتخب قوي بحال كرواتيا ومن بعد منه بلجيكا، واش ما كتظنش بان المهمه صعبه؟ انا بكل صراحه افضل هذا السيناريو على سيناريو روسيا، لان من بعد تكون ضد فريق اللي تيقولوا على الورق بانه اقل قوه اللي هو كندا، وتدير نتيجه سلبيه، يعني تتخرج نهائيا من حساب التاهيل. بينما الان الى قدرتي تاخذ نقطه مع كل فريق، تيبقى التاهيل كله بين يدك في المباراه الثالثه، بحال اللي كان وقع للمنتخب المغربي عقلتي في 86. التاهيل الوحيد كنا تعادلنا مع بولونيا ثم انجلترا، وفزنا على البرتغال ودزنا. فالان تنظن انا بكل صراحه منتخب كرواتيا، لا منتخب كرواتيا ولا منتخب بلجيكا ماشي هما المنتخبات اللي كانوا في 2018. انا بكل صراحه ما خايفش، انا خايف من المنتخب المغربي. انا مأكد علاش خايف من المنتخب المغربي؟ الى المنتخب المغربي ما ضيعش الفرص، الى المنتخب المغربي خدم كله جماعه، الى المنتخب المغربي بقى مركز طوال المقابله، مأكد ما ينهزم في مباراه. كنظن بان المنتخب المغربي عاش تغيرات يعني، وعاش مراحل، واش هذا ما غيأثرش على يعني المجموعه، وما غيأثرش على السيروره ديالو، الحضور ديالو داخل كاس العالم، خصوصا ان لا تكلمنا على كرواتيا ولا على بلجيكا ولا كندا عندهم استقرار على المستوى التقني، على مستوى التجربه ديال اللاعبين، واش هذا ما غيكونش عامل احيانا سلبي بالنسبه للمنتخب الوطني؟ لا، هو بقات لوساتور، يعني المنتخب اللبنه المنتخب بقات هي هذيك. شكون تضاف زياش اللي كان موجود في المنتخب، واللي مطلب شعبي، واللي بين في المباراه ديال جورجيا بانه اهل لحمل القميص الوطني. زاد المزراوي اللي اصبح رسميا واخذ مكان بافار في بايرن ميونخ، وتضاف حماد الله اللي في الشوط الثاني بين بانه عنده حس تهديفي كبير، بانه يقدر يكون مكمل طبيعي وفعال ليوسف النصيري. وبالتالي هاد اللاعبين اللي تزادوا ماشي لاعبين ما معروفينش، لاعبين عندهم تاريخ مع المنتخب الوطني، وتنظن ما اثرش بزاف على لو تغير المدرب وتغيرت كل التشكيله كلها، كنت نكون متفق معك. ولكن التشكيله يعني لوساتيو ديال ليكيب بقات هي هذيك، والفريق اللي يدخل رسمي يوم الاربعاء 9 منه لعبوا مع وحيد ليلوزيتش تنظن، ولا 8. لكن كاين لجنه يعني قراءه سريعه للائحه، 9 اللاعبين فقط اللي خداو كاس العالم في 2018، باقي اللاعبين كلهم لاعبين اللي ما عندهمش تجربه على مستوى كاس العالم، واحيانا وبعض اللاعبين يلاه اول مره غتكون يعني عندهم فرصه انهم يلعبوا مع المنتخب الوطني. حنا في 2018 كنا عارفين بان ذاك الفريق ديال بن عطيه وبوصوفه واحمدي ينهي المشوار ديالو الدولي في 2019. الكل كان عارفين، اللاعبين كان كلهم عندهم فوق 30 عام. الان ما يثلج الصدر وان كاين لاعبين، الخنوس عنده 18 سنه يلعب كاس العالم، الصابيري، شديره، الزروري، هذو كلهم لاعبين عندهم 20 21 سنه. حتى وعندك لاعبين اللي عندهم 5 سنين ديال التجربه، بقى عندها 24 سنه 23 سنه، بحال حكيمي، بحال المزراوي، بحال النصيري، بحال يعني اللبنه المنتخب، يعني روح المنتخب كلها شابه، ومازال تنقولوا هذا المنتخب مازال يلعب في 2026 ويقدر النصف فيه يلعب في 2030، عكس منتخب 2018 اللي كان واضح بان اللاعبين الاساسيين ينهوا المشوار على اكثر تقدير في مصر. شنو التوقعات ديالك للمباراه الاولى ديال الاسود امام كرواتيا؟ انا بكل صراحه التوقعات على المنتخب الوطني ما تنديرهاش، لان كاين العاطفه، ما يمكنش نجرد مع العاطفه. كاين الناس يقدروا يتجردوا من العاطفه، ما تقدش نجرد بالعاطفه. فانا تيبان لي بان المنتخب الوطني المغربي يتعادل ولا ينتصر ان شاء الله مع كرواتيا.
ان شاء الله سي اسامه، كنشكروك على هذا الوقت اللي خصصتي لنا، ونتمنى لك حظ موفق في البرنامج ديالك، وبطبيعه الحال دمت متالقا كاعلامي مغربي. الله يبارك فيك سي محمود العودي.